عليكم ورحمة الله. عاشت الممثلة الجزائرية سهيلة معلم أجواء رومانسية ساحرة خلال شهر العسل تاعها في تركيا، وين اختارت هذه الوجهة المعروفة بجمالها وطبيعتها الخلابة باش تبعد شوية على ضغط التصوير والحياة الفنية. تركيا تعتبر من أكثر الوجهات المطلوبة عند الأزواج الجدد بسبب المناظر الرومانسية والأماكن الهادئة اللي فيها، وحسب الصور والمنشورات اللي داروا ضجة في السوشيال ميديا بان باللي الرحلة كانت مليانة لحظات دافئة بين الأجواء التركية الساحرة، خاصة في إسطنبول وكابادوكيا اللي معروفين بالرومانسية والمناظر الخيالية. بزاف الناس تفاعلوا مع الإطلالة الأنيقة تاعها سهيلة، وتعليقات المتابعين كانت كلها حب ومباركات. تركيا راهي من بين أكثر البلدان اللي يقصدوها المشاهير والأزواج الجدد لقضاء شهر العسل بسبب المزج بين الفخامة الطبيعة والأسعار المناسبة مقارنة بوجهات أخرى عالمية. إسطنبول وأنطاليا وكابادوكيا يبقاو من أبرز المدن الرومانسية تجذب العرسان كل عام. الجمهور الجزائري أكيد بدور عبر على فرحته الكبيرة بسهيلة، خاصة وأنها تعتبر من الوجوه المحبوبة في الساحة الفنية الجزائرية بعد نجاحها في عدة أعمال درامية وكوميدية خلتها قريبة من قلوب المشاهدين. ربي يفرحك يا سهيلة.